السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن أعدائهم أجمعين. واهلا وسهلا بكم مع فضيحة جديدة. شبيك عم شبيك؟ واحدة. أولا تكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تكبير للمرة الثانية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. وأخيرا خرج مكافح البتر وأعلن هزيمته وإفلاسه واعترف بنفسه. إعلان هزيمته أمام الضربات التي وجهتها له ولدينه الباطل بفضل الله. الحمد لله. بعد الفضيحة التي فضحت فيها مكافح البتر وبينت بشكل واضح وصريح كيف أنه بتر كلامي وأدلتي ولم يلتزم بكلامه وشرطه الذي اشترطه هو علي، وهو كالآتي: لا تقتطع شيئا من حلقتي هذه وتعرض كل كلامي وأدلتي ولا تقتطع أو تبتر شيئا منها. بالله عليكم يا أهل الإنصاف، ماذا تعني هذه الجملة؟ لا تقتطع شيئا من حلقتي هذه وتعرض كل كلامي وأدلتي ولا تقتطع أو تبتر شيئا منها. ماذا تعني هذه الجملة المقدسة التي خرجت من فمه هو؟ وماذا تعني كلمة ممنوع بثر المقطع التي وضعها في مقطعه؟ هل تعني ابتر ما تشاء واترك ما تشاء؟ أنا وضعت في قناتي في المنتدى تصويت للمشاهدين وكانت النتيجة واضحة. الكل صوت على تعني لا تقتطع شيئا من الحلقة واعرض كل الكلام كما هو من أول ثانية، وكل من صوت على الأولى فهم من أتباعه، وهذا يعني أنهم فهموا وعرفوا أن شيخهم قد فضح أمره وأنه لم يلتزم بشرطه الذي هو اشترطه عليه. فبعد هذه الفضيحة والمصيبة التي أوقع نفسه فيها، المسكين اضطر للخروج مرة أخرى كي يبرر فضيحته، ولكن فضح نفسه أكثر فأكثر، بل وفضح أتباعه. ما هو الهدف من حلقة هذا السبعي واتهامه لي ببتر المقطع؟ فهل أمثال هؤلاء يستحقون أن أرد عليهم وأضيع وقتي معهم؟ هو ده الهدف الأول من الفيديو كله، طالع عشان يبرر لنفسه الهروب المخزي من الرد علي مستقبلا. هل هذا الكلام مني يعني أني لن أرد عليك مجددا؟ هذا كان مجرد سؤال طرحته على المشاهد بعدما بينت بترك وتدليسك علي في حلقتي، ولم أقل لن أرد عليك مجددا. يعني تذكر كلامي وتحرف معناه؟ شبيك عمي شبيك؟ واضح أن الصدمة كانت قوية في هذه الحلقة، ولم تنتظر أن أخرج في تلك الحلقة وأقطع عليك طريق التدليس وبتر أدلتي. فأنت بعدما شاهدت حلقتي 6 ساعات وشاهدت تناقضك وكذبك وإلزاماتي التي طرحتها عليك، أردت أن تقفز مثل الأروى وتدوس على شرطك بحذائك. لا تقتطع شيئا من حلقتي هذه وتعرض كل كلامي وأدلتي ولا تقتطع أو تبتر شيئا منها. رميت شرطك هذا في القمامة وانصدمت، بل لم تتجرأ أن تعرض كلامك هذا في حلقتك الجديدة هذه. طبيعي كي لا تفضح نفسك أمام القطيع الذي يسبقون لك. والله قمة العار والخزي وهابية. كل منصف شاهد كيف أني التزمت بشرطك كما هو ولم أبصر ثانية واحدة، وتحملت كل تهريجك خلال ساعتين من حلقتك كلها عرضتها، وأتحداك أن أكون قد بصرت ثانية واحدة من كلامك لأنني التزمت بشرطك كما هو. أما أنت فلم تلتزم بشرطك كما قلت لك في آخر دقيقة من حلقتي، وأنا أقول لك نفس الكلام. أقول لك وكذلك أتمنى أنك لا تقتطع شيئا من حلقتي هذه وتعرض كل كلامي وأدلتي ولا تقتطع أو تبتر شيئا منها. أحسنت. لماذا؟ لأن أنت بنفسك قلت عن البتر. فلا يعقل أني أستشهد ب10 مصادر وتأتي أنت أو غيرك ويرد على 3 مصادر. جيد جدا، أنت تتعلم بسرعة. فأنا والحمد لله التزمت بشرطه، أما هو بتر كلامي واستدلالي ولم يلتزم بشرطه. فمن الذي أعلن على نفسه الهروب؟ الذي يلتزم بالشروط أم الذي هرب منها؟ فأنا والحمد لله لم أهرب، بل خرجت في حلقة أبين كيف أنك لم تلتزم بشرطك وبترت كلامي، وبما أن الحلقة كانت صادمة لك ولم تتوقع أني سأقطع عليك الطريق، خرجت بهذه الكذبة المفضوحة أني هربت منك. فأنت لأنك تتعلم مني فقط تتمنى أن تسمع مني كلمة لن أرد عليك. هذا ما تحلم سماعه مني أنت وغيرك. ثم من أنت حتى أهرب منك؟ فضحتك في حلقة طولها قرابة 6 ساعات و43 مصدر وتقول أهرب منك؟ تضحك على من أنت؟ هو عامل المقطع ده عشان لما حد يسأله لماذا تخاف من الرد على مكافح الشبهات يرد هذا السبئ الرافضي ويقول له لأن أبا عمر يبتر المقاطع. طيب وبقية أدلة مكافح الشبهات وحلقاته ماذا ستفعل فيها؟ لا خلاص، طالما أبو عمر بتر المقطع إذن هو لا يستحق الرد. منطقيا يجب أن يكون هكذا، أنك لا تستحق الرد لأنك لم تلتزم بالشرط وهو عدم بثر المقطع، والكلمة التي كتبتها في مقطعك وهي ممنوع بثر المقطع. فأنت اتفقت معي على عدم بثر المقطع وها أنت خالفت الشرط. فهل أنت تستحق الرد؟ الجواب كلا، لا تستحق. ومع هذا أنا لم أقل أني لن أرد عليك مجددا. أما الذي هرب فهو أنت، فأكبر علامة على هروبك وإفلاسك هو بثرك للمقطع وعدم الالتزام بالشرط. القضية سهلة جدا وغير معقدة، والآن اتضح لكل عاقل أن خطتك هذه خطة مفضوحة مكشوفة. خطتك مفضوحة ومكشوفة، ولهذا خرجت الآن تبرر بثرك المخزي لأدلتي. لكن أبشرك أيها السبئي بهذه البشرى، معي أنا انتهت هذه اللعبة. معي أنا الآن انتهت هذه اللعبة؟ أليست هذه جملتي؟ لماذا قلت معي أنا الآن انتهت هذه اللعبة؟ دعونا نشاهد.
اترك الناس ترى أين تم البتر وعدد المصادر التي أستشهد بها. فلا يعقل أني أستشهد ب10 مصادر وتأتي أنت أو غيرك ويرد على 3 مصادر ثم يهلل ويكبر ويقيم حفل على أنه رد علي وأفحمني. معي أنا الآن انتهت هذه اللعبة. أكمل. قلت هذا الكلام لأنك بترت 6 مصادر وعرضت مصدرين في الحلقة الأولى التي رددت علي فيها، فأنت محترف في بطل الأدلة وليس فقط الكلام. أول لطمية عملها هذا السبئي أني حينما رددت عليه بدأت حلقته وتركت منها أول 56 ثانية. الله أكبر، وأخيرا اعترفت بلسانك أنك بترت مقطعي. والآن سؤال المليون، لماذا لم تلتزم بالشرط؟ قلت لي اعرض كل كلامي ولا تبتر شيئا من حلقتي، وكتبت في الشاشة ممنوع بتر المقطع. وها أنت الآن اعترفت أنك بترت حلقتي وأدلتي، إذن أنت الآن تعلن على نفسك الهروب وعدم الالتزام بشرطك. تكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الآن اتضح بما لا مجال للشك أنك أنت الهارب والجبان. ثالثا، أول لطمية عملها هذا السبئي أني حينما رددت عليه بدأت حلقته وتركت منها أول 56 ثانية. دعنا نشاهد رده الأخير علي ومن أي دقيقة بدأ حلقتي. قبل أن نكمل المقطع، لماذا يا مدلس يا من لا تستحي لم تعرض هذا الكلام؟ فقام هو بالرد علي وقال: لا تقتطع شيئا من حلقتي هذه وتعرض كل كلامي وأدلتي ولا تقتطع أو تبتر شيئا منها. فهل أنا التزمت بشرطه وعرضت كل كلامه وأدلته بدون بتر؟ الجواب نعم، التزمت بشرطه وعرضت كل كلامه وكل أدلته ولم أبتر ثانية واحدة. تخيلوا أني عرضت كلامه وهو يسلم على مشاهديه من أول ثانية. شاهدوا. لماذا لم تخرج للناس كلامك هذا وأنت تشترط علي عدم بتر كلامك وعرضه بالكامل؟ هل تخاف من الفضيحة؟ ماذا لو خرجت أنا في ردي عليك وبترت كلامك بعد شرطك هذا؟ والله العظيم والله لخرجت تهلل وتكبر أني لم ألتزم بشرطك وبترت كلامك، وتقول الله أكبر ذو الفقار يهرب من كلامي واستدلالي. والله لفعلت هذا. أنا أعرفكم جيدا يا وهابية يا جبناء، وأعرف ألاعبكم جيدا. والآن دعونا نكمل ونرى 56 ثانية التي يتحدث عنها. فتعالوا لنعرض هذه الثواني لنرى مدى حجم الإفحام والإلجام الذي منعني من عرضها. يعني تعترف أنك لم تعرضها، فالحمد لله. أنت الآن تعترف أنك لم تلتزم بشرطك. جيد جدا. بعدما عرض 56 ثانية من حلقتي قال: هذه الثواني البائسة ماذا فيها حتى أخاف من عرضها؟ هل تتخيل أيها السبئي أن بتر هذه الثواني سببه الخوف من كلامك؟ ليس هكذا يا جبان. أنا بينت كل الدقائق التي بترتها بغض النظر عن محتواها. تكون مقدمة، أكون أعطس، أبحث عن كتاب، لا يهم. المهم عندي أنني أظهرت للقطيع أتباعك أنك لم تلتزم بشرطك. أنا أركز على شرطك. افهم يا جبان ولا تحرف كلامي. فأنت لأنك لا تستحي تحاول أن تتذاكى علي، فبدأت تنشر الكلام الذي يعجبك والذي لا يعجبك تبتره بحجة أن هذا الكلام. ماذا قال هذا السبئي في هذه الثواني حتى أعرضه للناس وأضيع وقتهم بعرضه؟ هذه الحيلة قديمة ولا تنفع معي يا جبان، لأن خطتك هذه خطة مفضوحة مكشوفة. هذا الوهابي بدأ بهذه الخطة المكشوفة المفضوحة، يعني يبتر شوية من البداية وشوية من الوسط وشوية من الأخير، ينتقي ما يعجبه حتى يهرب من جهالاته وأكاذيبه وتدليساته وتناقضاته في طيلة 6 ساعات في حلقتي. فأسهل طريقة للهروب منها وعدم عرضها هي بترها والقول بعد ذلك. ماذا قال هذا السبئي في هذه الثواني حتى أعرضه للناس وأضيع وقتهم بعرضه؟ وهكذا ظن هذا الجبان أنه سيخدعني ويخدع متابعيه، ولكن خطة مفضوحة مكشوفة. العب غيرها يا صغير. أنت رميت شرطك في القمامة لأنك لم تتوقع الفضائح التي مرت عليك في خلال 6 ساعات من حلقتي، فلم تتحمل. فليس لك حل سوى بتر حلقتي وأدلتي حتى لو أدى الأمر أن تدوس على شرطك بالأحذية. فليس أنت من يحدد هل هذا الكلام مهم أم لا. اترك المشاهد هو من يحكم. ألم تقل أن هذه مناظرة؟ فالمناظرة لها شروط، وها أنت لم تلتزم بالشروط. فمن الذي هرب من المناظرة؟ أنا أم أنت؟ ماذا لو لم ألتزم أنا بهذا الشرط؟ والله لقلتم أني هربت. فأنت فقط عليك أن تلتزم بشرطك ولا تقفز من كلام إلى كلام وتحكم عليه كما تشاء، ثم تبطر 6 ساعات وترد على 3 ساعات والقطيع تصفق وتهلل معك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كشف أمرك يا مسكين. أكمل. طيب بالله عليكم أيها العقلاء، ماذا قال هذا السبئي في هذه الثواني حتى أعرضه للناس وأضيع وقتهم بعرضه؟ يقول أنا لم أقل أي شيء مهم في تلك الثواني، فلا داعي أن يرد علي ويضيع وقت المشاهد. ما شاء الله عليك. طيب ممكن تقول لي لماذا عرضت كلامي هذا وبدأت تترتر وتضيع وقت المشاهد؟ ستنطلق رحلتنا إلى كوكب الأحلام. على ما يبدو يجب أن أقوم بعمل ترميم لمقبرة السقيفة وتوسيعها، لأن هناك شخص جديد يريد أن يدفن نفسه بنفسه في مقبرة السقيفة. فقلنا له يا هلا يا مرحبا، إن شاء الله سندفنه بكل فرح وسرور واحترام. أنت فعلا من أول كلمة أثبتت لنا أنك مبتدئ وفاهم الدفن غلط. أصل الدفن ده فن مش عن.
أنا ياما دفنت قبلك ناس كتير من الذين كذبوا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من المنصرين والملاحدة وروافض الإسلام والعلمانيين وغيرهم، وكلهم بفضل الله دخلوا قبورهم وجحورهم ولم يخرجوا منها حتى الآن. لكن أنت حينما حاولت أن تدفنني كما زعمت أثبتت أنك مبتدئ في هذا المجال، بدليل أني خرجت الآن لأبين أباطيلك ولأدفنك في مقبرة واحدة مع عبد الله بن سبأ. وأنا في هذه الحلقة سأعلمك مجانا طريقة الدفن الصحيحة، وسأدفنك في المكان الذي تنتمي إليه، سأدفنك في مقبرة عبد الله بن سبأ. تحب نبدأ أول درس في أصول الدفن؟ تعال نشوف. ما شاء الله على الأدلة الناصعة والحجج الساطعة والبراهين القاطعة التي عرضها هذا السبئي في هذه الثواني. هل يوجد تناقض مثل هذا التناقض؟ هل يوجد دجل مثل هذا الدجل؟ يذكر كلامي ثم يعلق عليه بالترترة والكلام الفارغ ويضيع وقت المشاهد، يعني حلال عليه وحرام عليه. نكمل الحجج والأدلة التي تفيد المشاهد، لأن هناك شخص جديد يريد أن يدفن نفسه بنفسه في مقبرة السقيفة. تمام، إذن أبو عمر هيدفن نفسه بنفسه. إن شاء الله سندفنه بكل فرح وسرور واحترام. طب أنت عايز تقول إيه؟ يعني أنا اللي هدفن نفسي بنفسي ولا أنت اللي هتدفني؟ معلش بس كده عشان إيه مش من أولها يعني، وبرضه عشان الناس تفهم. أنت لحقت طيب تنسى كلامك؟ لا، ركز بقى من فضلك كده شوية، ركز. مين فينا اللي هيدفن بالضبط؟ لازم نعرف. ما هو طالما ان انا اريد ان ادفن نفسي بنفسي يا محترم، فحضرتك بذلك كده خلاص ما بقاش ليك دور. خلاص يا جماعه انا هدفن نفسي بنفسي وانا دلوقتي مدفون، خلاص. انت بقى فضلتك دلوقتي دورك ايه؟ ولا تقصد ان ده هيكون مشروع مشترك ما بيننا وكل واحد فينا هيدفن جزء من الجثه؟ او مثلا تقصد ان واحد فينا هيغسل ويكفن والتاني هيدفن؟ معلش بس الحاجات دي ضروريه وحاول توضحها عشان الناس تفهم. انت ايه رايك يا رشيد في الحاله دي؟ لا يتذكر شيء، يجيب كلام ويخلطه مع كلام. طيب خلاص يا رشيد، انا متاكد ان هو مش هيعمل كده تاني. الأدلة الناصعة والحجج الساطعة والبراهين القاطعة التي عرضها هذا السبئي في هذه الثواني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل شاهدتم كمية الترترة؟ تدفن ما تدفن، من سيدفن، أنا أدفن، هو يدفن، وبدأ يسخر وأتى بمقطع رشيد. هل هذا الكلام الفارغ يستحق الرد؟ دعونا نسأله هو. طيب بالله عليكم أيها العقلاء، ماذا قال هذا السبئي في هذه الثواني حتى أعرضه للناس وأضيع وقتهم بعرضه؟ ولكنك عرضته للناس وضيعت وقتهم، فماذا كان ينتظر المشاهد منك في تلك الدقائق؟ هيا قل لهم. الناس تريد الأدلة والحجج والبراهين، وهذا ما قدمته أنا للناس وعجزت عنه أنت، وهذا واضح لكل عاقل ومنصف. لا، واضح الحجج والبراهين. قمة المسخرة والمهزلة أنت يا وهابي يا جباني متناقض. هل شاهدتم هذا الجبان ماذا يقول؟ يدخل كلامي وأنا أتكلم عن الدفن، ثم بدأ يترتر ومن فينا اللي حيدفن ما يدفن. ساعة من الترترة، هذا يذكره ولا يضيع وقت المشاهد أبدا. أما حين رددت عليه في 6 ساعات وردت على كل حماقاته، وحتى هذا الدفن ما الدفن أخرجت لسانه، ماذا قرر أن يفعل؟ يبتر الحلقة. وإذا قال له الشيعة أو أتباعه لماذا تمتر الحلقة؟ سيتحجج ويقول لهم هذه الثواني البائسة ماذا فيها حتى أخاف من عرضها؟ هل تتخيل أيها السبئي أن بتر هذه الثواني سببه الخوف من كلامك؟ طيب بالله عليكم أيها العقلاء، ماذا قال هذا السبئي في هذه الثواني حتى أعرضه للناس وأضيع وقتهم بعرضه؟ قبل أن أنشر ردي عليه في 6 ساعات كان يعرض بعض كلامي ويرد عليه ويشرتر كما يشاء ويضيع وقت المشاهد. أما الآن بعدما شاهد فضيحته في 6 ساعات أصبح يقول لا توجد فائدة في هذا الكلام حتى أعرضه للناس كي لا أضيع وقتهم. يعني يريد أن يختار وينتقي الدقائق التي تعجبه يعرضها، والدقائق التي لا تعجبه يبترها بحجة أنه لا توجد فائدة في هذا الكلام فلا داعي من عرضها. هل شاهدت يا جبان كيف أن خطتك هذه خطة مفضوحة مكشوفة؟ تلعب مع عمود الفقار؟ أنت أسقطت نفسك في الحفرة التي حفرتها يا جبان. اشترطت علي شرطا، ولكن لم يكن لك في الحسبان أني سألتزم بشرطك وأعرض كل ثانية من كلامك وأفضحك فيها بأدلة التي قسمت ظهرك. ظننت أنني مثلكم لا ألتزم بالشروط. هيهات، فلا مفر لك مني سوى التلاعب بالمقطع وتشتيت أفكار المشاهد وإظهار نفسك بأنك منتصر علي. فهكذا تنتصر علي، بالحيلة والمكر والخداع والبطر. مستحيل الوهابية يلتزمون بكلامهم لأنهم أهل الغدر والنفاق. أنا أعرفكم جيدا يا وهابية، لطالما غدروا بي مجموعة من الغدر الفسق الفجرة، فلست أول واحد، ولكن الله معي وأهل البيت عليهم السلام. لهذا أنا دائما وأبدا منتصر عليكم والحمد لله.
طيب يا إخوة، تعالوا ننتقل إلى موضع البتر الثاني. ماذا قلت؟ موضع البتر الثاني. الله أكبر، يوجد بثر ثاني؟ ألم تهللوا وتكبروا وتقولوا أني عرضت في حلقتي فقط 56 ثانية؟ لأن أتباعك جاءوا إلى قناتي يهللون ويصفقون ويطبلون ويقولون لي في نفس الحلقة التي طولها 16 دقيقة، جاءوا يقولون لي أني تكلمت فقط وفقط على 56 ثانية أنت بترتها من حلقتي. يعني في 16 دقيقة من حلقتي فقط تكلمت على 56 ثانية أنت بترتها. فتعجبت وقلت مستحيل، لربما أنا أخطأت في المونتاج وأظهرت فقط أنك بترت من كلامي 56 ثانية فيها السلام على المتابعين، ولكن الآن تبين من فمك أن هناك دقائق أخرى تم بترها. إذا أشكرك كثيرا لأنك الآن أثبتت لي أن القطيع أتباعك فقط يشاهدون أقل من دقيقة من حلقاتي ثم يعلقون ويهربون. فلو شاهدوا الحلقة التي طولها 16 دقيقة لما أطلقوا هذه الكذبة المفضوحة. دعونا نشاهد لقطات من حلقتي والدقائق التي بترها هذا الجبان الهارب. بتر قرابة دقيقة كاملة من حلقتي، بتر 30 ثانية من المقطع، بتر دقيقة و40 ثانية، بتر دقيقة و48 ثانية من مقطعي، بتر من مقطعي دقيقة و43 ثانية، بتر من مقطعي 40 ثانية، بتر دقيقتين و21 ثانية، وهكذا تستمر سلسلة بث المقاطع. شاهدوا، فقط تهريج وكذب وتدليس ليوهم أتباعه أنه رد عليه. أنت دفنت الناس كثير، هو عددهم، وهذا ما فعلته أنا أيضا، دفنتهم ولم يخرجوا حتى الآن. فلا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الدقائق بترى هذا الكذاب الجبان، ثم يأتي القطيع أتباعه ويقولون لي في التعليقات أسفل تلك الحلقة أني فقط تكلمت على 56 ثانية. من أين أتوا بهذا الكلام؟ الله أعلم. فالحمد لله أنك فتحتهم بلسانك وتبين أن قطيعك لا يفهمون ولا يفكرون، يطبلون ويصفقون ولا يفهمون أصلا لماذا يطبلون ويصفقون. صدقت وأنت كذوب. فلو كان لقطيعك ذرة من العقل لفكروا وقالوا كيف لذو الفقار يعقد حلقة مدتها 16 دقيقة يدعي فيها أن أبو عمر بتر 56 ثانية، وفي هذه الثواني فقط يسلم على متابعيه. يعني أنا أعقد حلقة في 16 دقيقة كي أتكلم على 56 ثانية؟ أنا لا أعلم أين كنتم حين خلق الله العقول، ولكن أنا لا ألوم القطيع أتباعك لأنك أنت قائدهم. طيب، ما هي النصف دقيقة التي قطعتها؟ هذا الوقت المبتور من المقطع كان من كلامي أنا وليس من كلامه هو. هل شاهدتم خطته أين؟ هو يريد أن يختار الشيء الذي يعجبه. إذا لم يحب أن يظهر كلامه هو فلا يظهره، وإذا أحب أن يظهره سيفعل، وإذا لم يعجبه بعض الكلام سيقول هذا الكلام ليس فيه فائدة كي لا يضيع وقت المشاهد. يعني ينتقي اللي بيعجبه واللي ما بيعجبوش لا يظهره. ألم أقول لك أن خطتك هذه خطة مفضوحة مكشوفة؟ صدقت وأنت كذوب. إذن الكلام المبتور كلامي أنا، والكلام أصلا ليس له علاقة بصلب الموضوع، فلماذا سأعرض كلامي للناس؟ الحمد لله، يعترف مجددا أنه مجرد ترتار ويقول كلام ليس له علاقة بصلب الموضوع. إذن الكلام المبتور كلامي أنا، والكلام أصلا ليس له علاقة بصلب الموضوع. أتعلم ماذا فعلت أنت الآن؟ يعني أنت الآن أخزيت نفسك بنفسك. والله هو في الحقيقة أنت لا تحتاج لأحد أن يخزيك، فالخزي عندك ذاتي ومتوفر بكثرة. تدمر نفسك بنفسك. شكرا أنك تدمر نفسك بنفسك. لهذا تريد أن تبطل حلقتي لأن كمية التدمير التي دمرت نفسك فيها لا تطاق. أنا يهمني أعرض للناس اعتراضاتك واستشكالاتك على كلامي لكي أفندها، ولكن لن أعرض للناس كلامي مرة أخرى طالما أنه ليس في عرضه مصلحة. ما هذا؟ وكيف سيعرف المشاهد إشكالك وكيف أنا ردت عليه؟ فيجب عليك أن تعرض إشكالك وكيف أنا ردت عليه ومن ثم ترد عليه. هذا أولا. وثانيا، كلامك يكون فيه مصلحة لا تكون فيه مصلحة، لست أنت من يحدد أين هي المصلحة. أنت اترك المقطع كما هو كما أنت شردت عليه، والناس هي من ستحدد أين هي المصلحة. أنا أعلم أنك تخاف من عرض كلامك لأنه كله تناقض وفضائح، فلا ألومك، فالصراخ على قدر الآلام. موضع البتر الثالث. بتر ثالث؟ كفاية بقى، ده أنت دفنت القطيع أتباعك. أين ذهبت 56 ثانية التي كانوا يقولون أني تكلمت عنها؟ والمضحك أن هذا السبعي يقول بعد ذلك لماذا بترت مقطعي ولم تخرج كلامي وأنا أقرأ الرواية من الأول وأبين اسم الكتاب ورقم الصفحة حتى يرجع الناس إلى الكتاب؟ لماذا حاولت التلاعب بمقطعي وبترته بهذا الشكل الفاضح؟ يا أيها الكائن غير المفكر، لماذا أعرض الرواية طالما أني أجلت الكلام عنها؟ ألا تفهم الكلام العربي؟ أقول إني أجلت الكلام عن الرواية، فلماذا سأعرض شيئا لن أرد عليه الآن؟ هذا الكذاب الجبان حين بينت بتره الفاضح والواضح لأدلتي واستدلالي بحديث المصنف قال أنه أجل الكلام عن الرواية ولن يرد عليها لأنه سيعقد حلقة خاصة عنها. جيد جدا.
والآن سنرجع إلى حلقته وشاهد هذا الكذاب المدلس الذي لا يستحي كيف يرد على نفس الرواية في نفس الحلقة. ممكن تقول لي كيف دخل عمر على فاطمة وعلي لم يكن موجود في البيت؟ ممكن تجيب على هذا السؤال البريء الشفاف؟ من عيوني والله. حاضر، أنا هجاوبك، بس هجاوبك أولا من كتب الشيعة لسبب في نفسي، وسأعرض عليك عدة أجوبة وأرجو أن تختار لنفسك منها ما تشاء. الجواب الأول أن عليا لم يكن غائبا، بل كان في البيت حينما جاء عمر. ومصيبتاه وفضيحتاه ويوتوباه ومكافح خزعبلتاه. أتعلم ماذا جرى لك الآن؟ يعني أنت الآن أخزيت نفسك بنفسك. هل شاهدتم كمية التناقض والكذب والدجل؟ يضاعف الرواية من كيسه بدون دليل، ويبتر حلقتي وأدلتي وكلامي، ولم يتركني حتى أقرأ الرواية أمام متابعيه، ويقول أنه لن يرد على الحلقة، وفي نفس الوقت يرد عليها ويأتي بالمصادر ويدلس فيها. يعني كمية الكذب والدجل من هذا الشخص لا تطاق. لهذا لا حل له سوى بتر كلامي وحلقتي، لأنه لم يصمد أمامي. لهذا الوهابية يهربون مني حين أطالبهم أن يتناظروا معي بالمقاطع، لأنني أقطع أنفاسهم من كلامهم. والآن اتضح لماذا هذا الوهابي التجأ أن يرمي شرطه في القمامة وبتر مقطعي، لأنه يعلم يقينا أنه لا يستطيع أن يكمل معي الردود، لأنه أفلس وانتهت ورقاته التي يستخدمها في حلقاته، فخاف من الفضيحة إذا أكمل رده علي، فحاول الهروب من إكمال الردود بهذه الطريقة المخزية. صدقت وأنت كذوب، لأن ردي عليك في 6 ساعات أفقدك صوابك وما كنت تتوقعه أبدا. يقول هذا الرافضي: أين هو الإنصاف؟ لماذا لم تعرض كلامي من أول ثانية كما أنا فعلت معك؟ والله إنك لا تفهم. هو أنا لما بقولك لا تبتر حلقتي، هل أنا قصدت بذلك إنك تعرض سلامي وترحيبي بالمشاهدين؟ وهل أنا أيضا قلت لك اذكر كلامي وسلامي للمشاهدين؟ هل نسيت كلامي؟ أنا لم أقل لك أن تعرض كلامي وأنا أسلم على المشاهدين، لا يقول بهذا عاقل. أنا أيضا قلت لك نفس الكلام، ولكن أنت قلت لي واشترطت علي هذا الشرط الذي أنت تتهرب من ذكره لمتابعيك حتى لا تفضح نفسك. لا تقتطع شيئا من حلقتي هذه وتعرض كل كلامي وأدلتي، ولا تقتطع أو تبتر شيئا منها. قلت لا تقتطع شيئا من كلامي، يعني أنت ستقول 1000 كلمة، فعلي أن أنقل 1000 كلمة وليس 999 كلمة. فلا تلعب معي يا جبان، فلا مفر لك الآن سوى عرض كل أدلتي وحلقتي. هذا السبعي يعتمد على الشو الإعلامي، لكن مادة علمية مفيش. لا 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 ما فيش. ردت عليك في 6 ساعات و143 مصدر، كل هذا شو إعلامي. نعم شام. ثم تعال يا جبان، لماذا لم تظهر للقطيع أتباعك كيف أخفيت مواقعي؟ ومن جبنه وخوفه الواضح والفاضح أنه أخفى حتى الشريط الذي يظهر في الأسفل. شاهدوا معي، هنا أخفى الشريط الذي يظهر في الأسفل والذي يظهر فيه مواقعي، والشريط هو هذا. الرعب والخوف يسكن في قلوبكم يا وهابية بسببي. هل أنا أخفيت مواقعك عن الناس مثلا؟ أم أظهرت مقطعك كما هو؟ شاهدوا. بين أباطيلك ولأدفنك في مقبرة واحدة مع عبد الله بن سبأ. هل شاهدتم يا أتباع هذا الفاشل الجبان كيف أنه يخاف مني ويخاف أن أتباعه يتعرفون علي ويتابعوني؟ هل شاهدتم كم أنتم جبناء؟ تخافون حتى من الشريط الذي أضعه في الأسفل؟ يا له من خزي وعار. ألم تقولوا يا جبناء أني لا أستحق الرد؟ وأني مقنع وأني فلماذا هذا الخوف مني إذن؟ لماذا تخافون من مواقعي؟ فتبين أنك لا فقط تبتر مقاطعي، بل تخفي حتى مواقع المشاهدين. كم أنتم جبناء يا وهابية، أضحكتم الديانات الأخرى عليكم، حتى عباد البقر يضحكون عليكم، فالحمد لله الذي قذف الرعب في قلوبكم. لكن بصراحة ومن باب الإنصاف ومن باب الأمانة العلمية ومن باب الاعتراف للخصم بمؤهلاته، أشهد أن لديك قناعا ولديك شعرا ناعما وجميلا. إذا ده بيغازلني ولا إيه؟ شعري الناعم؟ وإيه كمان؟ ده بيقول في شعر يا جماعة، اشهدوا أنه يشهد بأن شعري جميل ولدي قناع. أشهد أن لديك قناعا. ما هذا الحب الشديد لقناعي؟ كيف تريدون مني أن أنزع هذا القناع وأنتم تعشقونه أكثر مني؟ كلكم تتحدثون عنه بشكل جنوني، والآن تفاجأت أنكم لا فقط تتكلمون عن القناع، بل من كثرة حبكم الشديد انتقلتم إلى شعر ناعم. ولديك شعرا ناعما وجميلا. شكرا لك يا عزيزتي الغالية، أخجلتيني. تحبين شعر الناعم؟ هل أنت أصلع؟ أعتذر. إذا كنت تريد شعرة من شعر الناعم أستطيع أن أعطيك منه بعض الشعيرات مجانا، ولكن لا أظن أنه سينمو، لأنك ليس لك عقل حتى يساعده للنمو. أتعلمون أني أفرح حين تتكلمون عن قناعي وشعر الناعم وملابسي؟ أحس أني مشهور ومحبوب عندكم، حتى أمي لا تهتم بشعري كثيرا، بينما أنتم تهتمون كثيرا حتى لتسريحة شعري. خلاص وجدتها،
هذه المرة قبل أن أغير تسريحة شعري سأعقد حلقة VIP خاصة لكم، أطلب رأيكم في التسريحة الجديدة التي تحبونها، بل حتى إذا أردتم أن أحلق شعري سأفعل. أنا الآن أهديت لكم شعري الناعم بسبب حبكم الشديد لي، ما رأيكم؟ ولديك شعرا ناعما وجميلا. طيح الله حظكم يا وهابية.